السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنقدم النهاردة احلى طبق عاشورة باضافات سهلة وبسيطة ومتوفرة معانا، مش هنتعب ان احنا نشتريها. هقولها لكم النهاردة بكل التفاصيل عشان يطلع معانا احلى طبق عاشورة باضافات بسيطة جدا، هيفرق معاك الطعم بجد 24 درجة. النهاردة ان شاء الله هنقدم العاشورة زي ما كنا بناكل زمان من ايد امهاتنا وجدودنا. بس اهم حاجة لو حضرتك جديدة معايا في القناة ما تنسيش الاشتراك، وكمان تدينا لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان يوصلك اشعارات اللي انا نزلت فيديو جديد. وان شاء الله الوصفة النهاردة هتعجبك، وبجد اشهد لك ان احلى وصفة طبق عاشورة هنقدمه النهاردة، وما تعمليه وتجربيه بجد هتشهدي ان احلى طبق عاشورة اكلتيه في حياتك. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ معاكم حلقتي النهاردة في طبق العاشورة. هنا معايا دقيق قمح او غلة قمح او غلة بليلة، بنشتريه من عند العلاف، بننقيه كويس، بنغسله 3 مرات لغايه ما لون الميه تكون ابيض معانا، ما فيش قش معانا، ما فيش اي رواسب معانا في الميه. هنغسلها كويس جدا ونصفيها. بعد كده في الحله هنضيف ميه مناسبه على نص كيلو من غلة البليلة. طبعا انا عندي حله بريستو استوت معايا بسرعه، بس اللي ما عندوش حله بريستو احنا بنحط الميه المناسبه، نحط الغله ونخليه يغلي كده قد نص ساعه، ونطفي عليه النار ونغطي عليه الغطا محكم كويس جدا في الحله، ونسيبها قد ساعه هنلاقيها استوت معانا وبقت والغله البليله دي استوت معانا وبقت جاهزه اللي احنا نستخدمها، يعني نعمل العاشوره. طبعا واحنا بنسلق الغله بنضيف معاها 3 معالق من السكر على نص كيلو غله قمح او غله بليله. طبعا هنا ما خدتش معايا ساعه واستوت معايا غله البليله. طبعا لما اقول لك لما تجربي الفكره اللي انا قلتها لك، اللي انت تغليها نص ساعه وتسيبيها، هيطلع معاكي برضو بالمنظر ده. انا كان عندي لبن حافظاه في الفريزر فضفته، ده كيلو اللبن على نص كيلو من غله البليله. طبعا انت ممكن تشتريه وتستخدميه عادي، بس ده كان عندي في الفريزر فحبيت استغله في الوصفه بتاعتي. فطبعا سبت اللبن يسيح ويغلي مع البليله، يعني ادي تلت ساعة كده. وبعد كده بديت ان انا اجهز الجزء التاني من الوصفة بتاعتي. حطيت كوباية مية، لو عندك لبن مفيش مشكلة بتضيفي كوباية اللبن، بس انا ما كانش عندي، ضفت عليه كوباية مية، ضفت عليها كيس من كريم الشانتيه واللبن البودرة زي ما انتوا شايفين، وقلبته كويس جدا. وحطيته طبعا حطيت معاه 4 معالق من النشا وقلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. واول ما يعني تغلي البليله مع اللبن شويه ونحس خلاص البليله استوت وخدت يعني راحتها في الغلي مع اللبن عشان يدينا الطعم المناسب، بنضيف الخليط ده. بجد الخليط ده هيفرق معاكي في الطعم جدا. زي ما انتوا شايفين انا كده سبت اللبن يغلي مع غلة البليله بعد ما استوت معايا. بضيف بعد كده الخليط السائل اللي انا عملته، اللي هو عبارة عن كيس لبن بودر و3 مع 4 معالق من النشا، وكمان معايا كيس كريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده انا ضفت الخليط معايا على اللبن والبليلة وغلة البليلة وهقلبهم كويس جدا كل ده والنار معايا شغالة، ونقلب كويس جدا. وكل بين فترة وفترة نقلبها عشان انا حطيت نشا والكريم شانتيه هيربط معايا، وكمان اللبن ما يلسعش معايا في اسفل الحلة. وحطيت طبعا كيسين او باكيتين من الفانيليا عشان يظبط الطعم معايا. وبضيف بعد كده السكر، والسكر ده على حسب الرغبة، وبنبدأ اللي احنا نقلب كل فترة عشان ما يلزقش معانا اللبن معانا في اسفل الحلة. وهنا انا بضيف السكر ده طبعا على حسب الرغبه، انا ما بحبهوش مسكر شويه، بحبه اللي هو يا دوبك فيه نسبه سكر بس مش مسكر. طبعا انا هنا خلاص الوصفه معايا ظبطت وغلت وتقلت معايا زي المهلبيه، يعني بدايه المهلبيه، يعني ما تخليهاش تبقى اللي هي تبقى كتلة، عشان ما لسه هنحطه في التلاجة فهيجمد مش هيبقى حلو لما يبقى كتل. بس لما تدفع عليه من بداية ما هو يتقل هيديك يعني سمك كده كويس جدا. وهنا بعد ما ضفته في الاطباق بتاعتي
حطيت عليه رشه من القرفه، وبعد كده جوز هند، وبعد كده زبيب. عندك طبعا اي مكسرات بتضيفيها، بس انا كان متوفر عندي جوز الهند والزبيب. بس اهم حاجه واللي هيعلي معايا التست هي رشه القرفه اللي انا هرشها كده على وش الطبق العاشوره. زي ما انتوا شايفين وصفه سهله جدا ومش مكلفه، وبجد هتديكي كميه كبيره جدا، وان شاء الله هتظبط معاكي وهتعجبك. وكمان هتديني لايك للفيديو، ولو حضرتك جديدة معايا في القناة ما تنسيش الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. زي ما انتوا شايفين انا كده ضفت الزبيب والجوز الهند، واهم حاجة في البداية اللي هي رشة القرفة، هتظبط معاكي وبجد هتاكل احلى طبق عاشورة. السلام عليكم ورحمة